يحكيو على امرأة عندها دويرة مخلفينها لها جدود، دار قديمة زمنية مهربشة ما فيها إلا بيت وحدة تسكن والبقية طايح، ساكنة فيها هي ورجلها. هاك الرجل هذاك خدمته ضعيفة، المرأة في علمها به ما يصور كل يوم إلا قوتهم تاعك النهار هذاك. واش من قوت؟ كل نهار يروح من الخدمة يجيب أخبيزة وقريط الزيتون، هاك اللي يصور، يقسم الخبزة ويقسم قرطاس الزيتون وياخذ هو شطر ويعطيها شطر ويقعدوا ياكلوا. لكن كل نهار بعد ما ياكل بايو يجي يتك على الحيط ويقول لا من عباها. تقول هي مسكينة الرجل النهار كله هو يخدم وينهات وتعب تعب شديد ومش منجم نفسه، حتى القوت ما هو شبعان بيه، وانا قاعدة مرتاحة في الدار لا خدمة لا صنعة لا صنيع، هو اللي حقه ياكل وانا اللي ناكل يكفيني. واللي يتبقى لها من بايها في الخبز والزيتون تدزه له قدامه وتقول له خوذ كمل انت. لكن هو مش حارم من فيستو لك الكل، ساعة ساعة في الشارع يشتهي طريف مشوي، يدخل شواي يعمل صحين كبدة ولا مرقاز، يشتهي المقرونة ولا الكسكسي ولا طاجين ولا حاجة، يمشي للطباخ. ساعات زاد فطيرة ولا زويز بريك ولا صحفة سحلب ولا لبلابي. يبدأ قلنا وخينا كان ساعة ساعة ياكل حويلة في الشارع ومش غاب نفسه للكل، اما الدار ما يجيب لها الا هاك الخبزة واكل قرطاس زيتون. وقالوا النساء الرجال ما فيهم شماء، وياكل هو الباي الكبير بعد اللي مرته تسخف عليه وتعطيها كل اللي تبقى من بايها. من الوصاية الميمة اللي بنية باش تهني على روحها تقول يا بنيتي ما تحط ماكلتك باردة، واسمعوها يا بنيات توا، يا بنيتي ما تحط ماكلتك باردة وعمرك لا تسلم على الناس وانتي قاعدة، وما تحكيش للناس واش مخبية واش رافدة، وقوم بكري وما تخلي الضيف يدخل عليك ويلقاك راقدة، ورد بالك من المرأة اللكلاكة الهدارة اللي تهز وتجيب الكلام بالخسارة، ورد بالك من المرأة اللي عويناتها ضيقة المغيارة، تحسد حتى على الضحكة وعينيها تخرج شرارة، تمرضك وتخليك تشرب الدواء فيه الأمارة وفيه المرارة، ورد بالك تدخل للكوجينة تحرك من غير فوطة وفولارة، لا تطيح لك في الطعام شعرة وتضحك عليك الناس الغدارة، وراي البصلة ما تولي تفاحة ورخيص القلب ما تبين فيه الملاحة، والناس المتلونة في هالزمان اللي خليوك هانية البال ومرتاحة، وإذا فاتوك بالزين فوتهم بنظافة، وإذا فاتوك بالفهامة فوتهم بالظرافة، وإذا فاتوك بالكثرة فوتهم بالطريزة وبالبكرة، وراو السوق ليه المال والدقيق ليه الغربال، والصحة لها الرجال، ومتبع الراجل اللي غايب عنده عقل ويسوق فيه الهبال خاطر متربي في الدلال، ويا سعد اللي يحمد ربي مهما كان الحال، وقول نشريك يا راحة البال ولو ليك في السوق تاجر، وعلى خاطرك ندفع المال ونفضي رفوف المتاجر، وراهي الرجلة بحر والعوامة قليل، والمحبة قد ما تتشرى بالمال، ويلزمها الكلمة تتكتب فوق سطر، ومش كل واحد قال كلمة راهو قوال، وشوف الصحيح اللي يبدأ واضح باين كيف الهلال، وكيف ما قال الفارس اللي جاي لحبيبته وعزيزة قلبه وما ليها حبوا يعطيوها الولد عمها غصب، قالها يا طفلة كانك صحيح تحبيني وتبغيني وانتي مهفة، هيا معايا نهرب ونتجوزوا، يا تتغبر يا تتصفى.